تخيل تكون عايش حياتك كلها متداس عليك ومفيش حد بيرحمك، وفجأة تلاقي نفسك بطل قدام ملايين، بس التمن ممكن يكلفك حياتك. بطلنا النهاردة شاب غلبان اسمه شيمورا، ظروفه المادية تحت الصفر بشويتين. بتجيله رسالة من والدته بتقوله إن الوقت حان عشان يروح مدرسته. وفي المدرسة بنشوف واد تاني اسمه هامكن فاتح لايف ستريم وبيحتفل. هامكن لسه كاسر حاجز ال700 ألف مشترك على قناته، وبيقدم للمتابعين انفلونسر زميله هيعمل النهاردة نيو لوك لواحد من الطلبة، والطالب المنحوس ده بيطلع هو شيمورا بتاعنا. هامكن بيوقف البث فجأة وبيبدأ يهدد شيمورا وبيديله أوامر إنه يمثل إنه مبسوط ومستمتع. أصله كان واعد شيمورا إنه هيديله 1000 ين مقابل المرمطة دي. العيال بيدهنوا وش شيمورا بالمكياج وبيحولوه لنسخة مسخ من الجوكر، والمسكين مطلوب منه يضحك ويبان سعيد ويستحمل كل الإهانة دي. هامكن ده أصلا فاشل في دراسته بس بيعمل فلوس زي الرز من البث المباشر. أما شيمورا فده قاعد في قاع السلم الاجتماعي بتاع المدرسة ومحدش بيعمل له حساب. ولما شيمورا بيسأل هامكن عن ال1000 ين بتاعته، هامكن بينكر إنه وعده بحاجة، ومش بس كده، ده بيبدأ يضرب فيه بكل قسوة. وهنا بيتدخل صبيه اللي اسمه كاناجون وبيبدأ يتريق على شيمورا العيانة وبيسأله بكل برود: هي أمك دي لسه عايشة أصلا؟ لما شيمورا سمع الكلام ده كان المفروض يثور ويرد كرامته، بس للأسف ما قدرش يعمل حاجة. في المستشفى شيمورا بيلمح فاتورة علاج مرمية في الزبالة جنب سرير والدته. شيمورا بيشتغل شغلانة عادية جدا في مطعم عشان يقدر يعيش، وفي يوم بتوصل موظفة جديدة للمطعم اسمها أسامية وبتقفشه وهو بيبصلها وسارح. وفي اللحظة دي بيدخل هامكن المطعم وهو لسه فاتح البث المباشر بتاعه، وبيسأل عمال المطعم لو يقدروا يعملوا تشيز برجر زي اللي في الصورة في أقل من 30 ثانية، ولو فشلوا البنت دي لازم تديهم رقم تليفونها. أسامية بترد بجدية وتقوله إنهم ما بيعملوش الكلام ده، بس هامكن البارد بيكون بدأ العد التنازلي فعلا. شيمورا بيجهز البرجر بسرعة وبيطلعه لبره، بيخبي وشه وبيرجع يتسحب لجوه تاني عشان محدش يشوفه. أسامية بتشكر شيمورا وهو بيفرح جدا بكلمتها دي، بس الفرحة ما تمتش عشان بره المطعم هامكن بيمسك فيه وبينزل فيه ضرب تاني وبيقول له إنك بوظتلي المحتوى بتاعي. وهنا بتتدخل أسامية وبتقف بينهم، وبسببها هامكن بيسيب شيمورا وبيمشي. المشهد بينقل لبنت اسمها آكي لسه منقولة جديد في المدرسة، وبنات المدرسة التانيين بيتنمروا عليها. في نفس الوقت شيمورا بيكون بيعمل اندومي لزميله كيني. كيني ده فاتح بث مباشر من جوه بيت شيمورا نفسه، وباستخدام الكمبيوتر بتاعه قدر يدخل تحدي عشان يكسب 30 ألف ين. كاناجون اختار بيت شيمورا بالذات عشان سبب خبيث: القانون بيصعب على القصر انهم يفتحوا قنوات عشان بيحتاجوا حساب بنكي بتاع حد كبير، وبما ان شيمورا في المستشفى فكيني بيستغل حسابها البنكي. وقبل ما كيني يخلص التحدي شيمورا بيتكعبل في سلك الكمبيوتر وبيدلق كل الاندومي المغلي على كيني والكمبيوتر بيفصل. كيني بيتجنن وبينزل ضرب في شيمورا عشان ضيع له 30 ألف ين، وهو بيضربه كيني بيقول له إن أمك هتموت لأنك حتة زبالة ملكش لازمة. ولما شيمورا سمع الجملة دي لأول مرة الدم بيغلي في عروقه وبيرد الضربة. الاتنين بيمسكوا في بعض وبيقطعوا في بعض زي الكلاب السعرانة، وبيت شيمورا كله بيتدمر وبيتحول لخرابة. وهو بينظف الفوضى دي عينيه بتيجي تاني على فاتورة المستشفى اللي ب3 مليون ين. الدكاترة كانوا اقترحوا علاج مناعي شيمورا بس هي رفضت عشان ما معهمش فلوسه. وهو راجع من المستشفى شيمورا بيجيله تليفون من كاناجون بيقول له امسح الفيديو بسرعة. وهنا بتظهر الكارثة ان خناقتهم بتاعت امبارح اتذاعت كلها بث مباشر. اتاري السلك اللي رجل شيمورا اتكعبلت فيه ما كانش سلك الكمبيوتر، ده كان سلك الشاشة بس. ولما شيمورا قفل الكمبيوتر بعدين البث المباشر كله اترفع على النت لوحده، والفيديو جاب أكتر من 120 ألف مشاهدة. شيمورا بيجري على البيت وبيمسح الفيديو، وتاني يوم بيروح المدرسة وهو مرعوب وبيدعي إن محدش يكون شاف الفضيحة دي، بس للأسف المدرسة كلها كانت شافت الفيديو لأنه بقى ترند. هامكن بيطرد كيني من الشلة بتاعته وبيسأله إزاي تخسر قدام حتة زبالة زي شيمورا. كاناجون وشيمورا بيطلعوا على سطح المدرسة. كاناجون بيكون بيعيط وبيقول إنه تعب جدا عشان يوصل ويبقى من شلة هامكين، وبيسأل شيمورا: هو أنت راضي تكون في قاع المدرسة وتبقى مسخرة للكل كده؟ رد شيمورا كان إنه خلاص استسلم للأمر الواقع وإنه مش في إيده حاجة يغيرها دلوقتي. كاناجون بيبصله بابتسامة خبيثة. في نفس اللحظة دي أكي بتشوف فيديو خناقتهم وبتبدأ تضحك عليه. في مكان تاني هامكين بيجيب شيمورا وكيني معاه في بث مباشر وبيقول للناس إنه صالحهم على بعض وخلاص بقوا حبايب. وعشان يحتفل بالصلح ده هامكين بيقرر يهدي كمبيوتر جديد لواحد من المتابعين اللي هيعملوا لايك واشتراك،
بس هنا شيمورا بيطلع تليفونه وبيفضح هامكين وبيقول إنه كذاب وإنه عمره ما بيدي أي حاجة لأي حد. أصل كانجون كان مفهمه إن هامكين بيقول كده بس عشان يلم مشتركين وخلاه يتفق معاه يفضحوه. شيمورا بيكمل فضح وبيقول إن هامكين حتى ال1000 ين ما ادهالوش وإنه بيضربه. بس الكارثة إن هامكين كان قفل البث المباشر أصلاً ومحدش شاف ولا سمع حاجة، وهامكين بيبدأ يضرب في شيمورا من تاني. بس المفاجأة إن كيني كان بيصور كل ده بث مباشر من تليفونه هو. كيني كان مستدرج شيمورا للعبة دي ووعده بفلوس عشان يوافق، كان وعده ب10,000 ين، وعشان كده شيمورا كان سايب هامكين يضربه براحته. صوت الدوشة دي بيصحي ولد كان نايم وبيتدخل عشان يوقفوا الخناقة وبيقول لهم مش عارف أنام. الولد ده اسمه أوجي وده نجم صاعد في عالم الفنون القتالية. الفيديو بتاع الفضيحة بتاعهم ده بيضرب وبيبقى ترند هو كمان. بس كانجون ما بيقدرش يدي شيمورا ال10,000 ين لأنه الفيديو طلع قصير وهو مكسبش من الإعلانات غير 3,900 ين بس. شيمورا بيتجنن وبيقول له أنا ماليش دعوة بكل ده. فكيني بيشرح له الوضع وبيحطه قدام اختيارين، يا إما ياخد ال10,000 ين ويسكت، يا إما يمسك في الفرصة دي ويعملوا فيديوهات ويكسبوا ملايين من بث واحد، ويفهموا إنهم من التبرعات والإعلانات ممكن يعملوا أكتر من 200 مليون ين. شيمورا بيبدأ يسرح بخياله في الفلوس وبيسأل كيني هم هيعملوا ايه بالظبط في الفيديوهات دي. رد كانجون كان بسيط جدا وقال له هنصور خناقات حقيقية لايف. والفيديو بتاع الخناقة الأخير ضرب ترند لنفس السبب، عشان واحد ضعيف اتخانق مع متنمر. ومن النهاردة كيني هيبقى هو المنتج بتاع شيمورا وهيجمعوا تبرعات بالهبل من الفيديو الجاي كمان. شيمورا بيوافق عشان يقدر يسدد فواتير المستشفى. في حتة تانية فيديو شيمورا وكيني بيوصل لهامكين، وفي نفس الوقت شيمورا بيبدأ يدور على النت ازاي يقدر يستحمل الضرب في الخناقات، بس ما بيلاقيش حاجة مفيدة لحد ما بيلمح في تعليقات الفيديو بتاعه لينك لقناة تانية. الفيديو بتاعها كان جايب 0 مشاهدات، بس أول ما شيمورا بيشغله بيظهر له راجل لابس ماسك فرخة، شخص بيقول إنه يقدر يعلمه ازاي يبقى قوي وإنه عارف سر الفوز في أي خناقة وممكن يعلمهوله. بس شيمورا بيحس إن الراجل ده مجنون. في نفس الوقت الناس بتبدأ تكره هامكين، ولما بيروح نادي أمن النادي بيطردوه بره، وحتى رومي ما بتنطقش بكلمة عشان تدافع عنه. في الليلة دي شيمورا وهو بيحاول ينام بيبدأ يتخيل راس الفرخة دي قدامه وبيسأله انت عايز تبقى أقوى ولا لأ؟ ابقى أقوى وساعتها هتقدر تغير عالمك. على الناحية التانية أكي بتكون بتتفرج على فيديو شيمورا، ولما بتشوف حالته عينيها بتدمع. وتاني يوم في المدرسة كانجون بيجري على شيمورا عشان هامكين بيدور عليه، وبالفعل هامكين بيلاقيه، وأكي كمان بتعرف بالموضوع. هامكين بينزل ضرب غشيم في شيمورا. كيني بيفتح الكاميرا وبيحاول يوقف هامكين، بس صحاب هامكين بياخدوا تليفونه وبيضربوه هو كمان. هامكين بيعجن شيمورا وبيخليه في حالة تصعب على الكافر. وفي سره كانجون كان بيقول لشيمورا استحمل الضرب يا صاحبي، لأنه كان بيسجل كل حاجة من تليفون تاني مستخبي. وهنا بنعرف الحقيقة الماكرة، كيني كان هو اللي واخد التليفون من هامكين قبلها، والضربة دي كلها كانت خطتهم هما الاتنين. بس شيمورا بيعرف على حيله وبيواجه هامكين. هو عارف انه لو رد الضربة الفيديوهات هتضرب ترند اكتر وهيكسبوا فلوس اكتر. في الليلة اللي قبلها شيمورا كان اتفرج على فيديو ابو ماسك فرخة بياخد وضعية القتال وبيقول لهامكين تعالى وريني هتعمل ايه، وبيقول كده مخصوص عشان يعصب هامكين. في الفيديو ابو ماسك فرخة كان شارح انك سهل جدا تضرب حد فاقد اعصابه، ولو قدرت تخلي خصمك يفقد اعصابه ده هيديك ميزة كبيرة جدا. شيمورا بيتفادى بوكس هامكين وهامكين بيهجم عليه عشان يضربه تاني. راجل الفرخة كان قايل انك لو خدت الضربة قبل ما الخصم يفرد دراعه للآخر مش هتوجعك قوي، وده اللي بيحصل بالظبط. شيمورا بيبدأ يصدق ان ابو ماسك فرخة ده بيتكلم صح، بس المشكلة انه مش عارف يعمل ايه بعد كده لانه ما كملش باقي الفيديوهات. هامكين بيبقى خلاص هيضربه تاني، وهنا أكي بتفتح كاميرا تليفونها وبتقول إنها بتصورهم هما الاتنين لايف، فبتطلب منهم يوقفوا المهزلة دي. هامكين بيمشي وأكي بتطلع إنها كانت بتهوش بس. شيمورا بيشكرها وبنعرف إن أكي كانت عايشة بره فترة طويلة ولسه راجعة قريب. بعدها كيني بيوريهم إنهم كسبوا النهاردة 25,000 ين، بس ده كان لسه مبلغ قليل. أكي بتسألهم
مين اللي بيمنتج الفيديوز بعد ما البث بيخلص، وبتقول على مونتاج كاناجون إنه تعبان جدا وبالطريقة دي مش هيجيبوا مشاهدين جداد. بس آكي شاطرة في المونتاج، فبتعرض عليهم إنها تمسك هي المونتاج، وبيبدأوا يفكروا في اسم للقناة. وآكي بتكون أصلا صاحبة فكرة اسم فايرال هيت. بعدها في المطعم شيمورا بيبدأ يعمل التمارين اللي أبو ماسك فرخة علمها له، وبيبدأ يسأل نفسه هو مين أصلا اللي بعت له الفيديوز دي من الأول. لما شيمورا بيطلب من مديره أجازة بيلاقوا صعوبة يلاقوا حد يغطي مكانه. فهنا أسامية بتقول طب إيه رأيكم لو باقي العمال يبدلوا مع بعض في الأيام اللي شيمورا مش هيقدر يجي فيها، وبتقترح يعملوا جروب تشات لكل العمال المؤقتين. شيمورا بيطير من الفرحة إنه دخل جروب فيه أسامية. في اللحظة دي بيقرب من شيمورا وكيني شابين شافوا الفيديو بتاعهم وعاملين فيها معجبين، وبياخدوهم على جنب. بس في الحقيقة هم كانوا عايزين يسرقوا فلوسهم، لكن شيمورا وكيني ما معهمش الفلوس دي أصلا. واحد منهم بيخطف تليفون شيمورا وبيطلع يجري. شيمورا بيقول إنهم لازم يبلغوا البوليس، بس كيني كان فتح البث المباشر خلاص، وبيقول إن دي فرصتهم يعملوا فلوس أكتر بكتير. شيمورا بيفكر ثواني وبعدين بيطلع يجري ورا الحرامية، وبيطلب من الواد يرجع له تليفونه. بس العيال دي بتفرح أكتر عشان هيطلعوا في بث مباشر بيجيب مشاهدات. شيمورا بيفتكر كلام أبو ماسك فرخة في الفيديو: لو خصمك بيستخدم إيده اليمين اقف على شماله عشان تخليه يضطر يضربك بإيده الضعيفة. ومن نفس الفيديو شيمورا اتعلم إزاي يتفادى الضربات. شيمورا بيبدأ يتحرك بمرونة لأنه صعب على الشخص العادي يضرب هدف بيتحرك. أبو ماسك فرخة كان معلمه تمارين إيروبكس. دلوقتي شيمورا ما بقاش خايف من الخناقات وبيتفادى كل حركاته بمنتهى السهولة. ولما ما بيقدرش يبعد في الوقت المناسب بيقوم ضارب نفسه في راسه قبل ما الضربة توصل عشان الضربة ما توجعوش. في الشات المباشر الناس بتبدأ ترفع له القبعة وتشجعه. شيمورا بياخد ضربات كتير في راسه من غير ما يحس بوجع، لدرجة إن إيد البلطجي نفسه بتبدأ توجعه، وبيسلم التليفون لشيمورا وبيمشي. في الشات الناس بتبدأ تسميه بطل العيال المتنمرين عليه، وهامكين وهو بيتفرج على شيمورا بيبقى بطل بيغلي من الغيظ. بعد كده آكي بتمنتج البث المباشر بتاعهم. قناتهم دلوقتي بقى عليها 5 فيديوهات وجابت 5 مليون مشاهدة، وبيستلموا أول دفعة من أرباحهم. شيمورا بيسألهم هنقسم الفلوس إزاي؟ آكي بتقول إنها مش عايزة حاجة. كاناجون بيقول إنه لحد دلوقتي هو اللي صور ومنتج وأخرج كل حاجة، فالمفروض ياخد 90% وشيمورا 10 بس شيمورا بيرفض وبيقول له أنا ممكن أكسب أكتر من ال10% دي لو فضلت أقلي بطاطس. بيبدأوا يتفاوضوا، وفي النهاية شيمورا بياخد 90% وكيني بيرضى بال10%. على الجنب التاني رومي بتبدأ تاخد نصيبها من الكره والشتيمة لمجرد إنها مربوطة باسم هامكين، وهامكين من كتر غيظه بيروح يطلع همه في الجيم والتدريب. شيمورا بيروح لأمه وبيسألها لو نفسها في أي حاجة يجيبها لها. أمه بتقول له لأ مش عايزة حاجة ووفر فلوسك لنفسك. بس في اللحظة دي في بنت قريبة منهم بتدي أمها شوية هدوم. أم شيمورا بتبص للهدوم دي بإعجاب. شيمورا بيسأل على سعر السويتر وبيكتشف إنه غالي جدا. بعدها شيمورا بيقابل أسامية. شيمورا بيبقى متوتر جدا من كتر جمال أسامية، وبيروحوا هما الاتنين كافيه غالي جدا، بس أول ما بيشوف الأسعار بيتحبط. وفي اللحظة دي كيني وآكي بيظهروا بهدوء، وكيني بيبدأ يصور شيمورا بث مباشر في السر. في ولدين قاعدين قريبين بيبدأوا يلقحوا بالكلام على شيمورا وأسامية، وبيستغربوا إزاي بنت زي أسامية تمشي مع واحد زيه، وبيقولوا أكيد بتنصب عليه، وبيقولوا عليه لابس زي الشحاتين. شيمورا وأسامية سامعين كل كلمة. آكي بتتنرفز جدا وهي طالعة من الكافيه بتخبط في الولدين دول بكتفها. أسامية بتتأسف لشيمورا وبتقول له ما كانش المفروض أجيبك هنا. شيمورا بيقول لها إنه عمره ما دخل كافيه غالي كده، وعمره ما خرج مع بنت لوحدهم، وإنه كان فاكر إنها هتتكسف تمشي معاه، وبيتأسف لها هو كمان. أسامية بتسأله لو يحبوا يخرجوا بره، ولما بيطلعوا أسامية بتقابل أوجي. هما الاتنين صحاب جدا، وأوجي كان متابع قناة شيمورا. أوجي بيقول لشيمورا أنت أقوى من اللي باين عليك. التلاتة بيمشوا مع بعض وكيني بيصور كل ده. لما شيمورا بيشوف أوجي وأسامية ماشيين جنب بعض بيحس إنهم لايقين على بعض أكتر منه بكتير، وبيحس إنه مجرد عجلة تالتة ملهاش لازمة. بيعمل أي حجة وبيسحب نفسه وبيمشي. هو كان عارف إن كيني كان ماشيلهم من الكافيه، ولما بيشوف إن كيني بيصور كل ده بيبدأ يحس بخنقة وحشة قوي. كيني بيقول له
انت هربت زي الفرخة الجبانة، وبيرفض يسيبه يستسلم لمجرد ان في منافس اقوى منه ظهر، وبيفكروا انه وقف قصاد هامكين وان اتخانق مع البلطجي، وبيقول له روح دلوقتي ورجع اساميا كمان. شيمورا بيحضن كيني وبيشكره وبيرجع تاني. كاناجون كان عامل كل ده عشان يخلي البث بتاعه اقوى، بس فجأة في حد بيطلع في طريقه. شيمورا بيوصل لاساميا، واوجي كان خلاص مشي وراح الجيم. شيمورا بيسأل اساميا دغري عن مواصفات فتى احلامها. اساميا بتقول له بحب الشخص القوي. وفي اللحظة دي كيني واكي بيقعوا قدامهم متكسرين بسبب هامكين. هامكين كان مراقبهم من البث المباشر ووصلهم هو وشلته. بيمسك اساميا وشيمورا. هامكين بيبدأ يضايق اساميا، وعشان شيمورا يستفزه بيسأله هو انت كل اللي بتعرف تعمله انك تضرب بنات؟ فهامكين بيهجم عليه، والمرة دي كان عامل حسابه على حركات شيمورا وبيعجنه ضرب بجد. شيمورا بيقول له ابوس ايدك سيبها تمشي. ما كانش عايز اساميا تشوفه بالمنظر ده وتعرف هو قد ايه ضعيف. شيمورا بيوطي راسه قدام هامكين. هامكين بيأمره يقلع هدومه ويعتذر له على البث المباشر بتاعه. آكي وهي بتتفرج على البث بتبدأ تعيط، وهم كانوا غصبين كيني يصور غصب عنه. شيمورا بيبدأ يقلع هدومه، بس اساميا بتدي هامكين بالقلم. شيمورا بيكتشف ان اساميا كان عندها شجاعة اكتر منه. هدوم شيمورا بتتقلع والكل بيبدأ يضحك عليه، بس شيمورا بيبقى خلاص هيقلع هدومه الداخلية كمان على البث المباشر عشان قناة هامكين تتقفل. هامكين بيصرخ ويقول له وقف، بس في اللحظة دي أوجي بيوصل وبيوقف شيمورا. أوجي بيقفل البث، وبمجرد ظهوره هامكين بياخد بعضه ويمشي. أوجي بياخد أساميا وبيمشي، وشيمورا بينهار من العياط مكانه. تاني يوم هامكين بيرجع الساحة من تاني وبيرمي إناع الولد الطيب، وبيجبر كيني يحط مكياج ويبقى شبه الجوكر. والبنات بتبدأ تتنمر على آكي عشان هي المونتيرة بتاعت فايرال هيت. شيمورا ما بيروحش المدرسة، والناس بتبدأ تقول إن قناة فايرال هيت انتهت. شيمورا حتى ما بيردش على رسائل أساميا ولا بيروح شغله. الكل كان شاف الفيديو بتاعه وكانوا فاكرين إن صوت البنت ده صوت أساميا، بس هي أنكرت تماما. بعدها أساميا بتروح لحد بيت شيمورا بس ما بتلاقيش حد، وهناك بتقابل آكي وبيبدأوا يتكلموا عن شيمورا. آكي مقتنعة إنه لو هرب دلوقتي هيفضل يهرب طول عمره. في نفس الوقت هامكين بيجبر كيني على البث بتاعه يقول إن شيمورا ده عيل وحش جدا، وإن كل همه كان الشهرة ولم التبرعات، وإنه كان بيمثل فيديوهات الخناقات. كيني كمان بينكر إنه كان صاحب شيمورا من الأساس. هامكين بيقول إن الفيديو الجاي هيبقى لشيمورا وهو بيعتذر للكل عشان كان عامل فيها بطل، وبيطلب من كيني يقول له مكان شيمورا، بس كيني ما يعرفش حاجة. هامكين بيأمره يلاقيه ويجيبهوله. آكي كمان بتسأل كيني عن شيمورا، بيرد ويقول لها وأنا هعرف منين؟ كيني بيروح المستشفى عشان شيمورا هناك وبيسألها عليه، بس شيمورا ما بقاش يزور أمه بقاله أيام. شيمورا بتكون عارفة اسم كاناجون، وبتقوله إن شيمورا حكاله عنه بابتسامة عريضة وإنه أول صاحب ليه في الفصل. لما كيني بيسمع الكلمتين دول بيتحسر من جواه. المشهد بينتقل لشيمورا وهو واقف على سطح عمارة وناوي يرمي نفسه، بس آكي بتوصل في اللحظة المناسبة. شيمورا بيقول لها حياتي انتهت ومفيش فايدة أكمل. آكي بتنط قبل ما هو ينط. شيمورا بيبص بيلاقيها ما نطتش على الأرض، دي نطت على سطح العمارة اللي جنبهم. آكي بتقول له المتابعين بتوعك مستنيينك. شيمورا بيقول لها مش فارق معايا الكلام ده. آكي بتقول له إنها طلعت هنا كذا مرة قبل كده، وبتقول له روح موت في حتة تانية لو عايز تموت. بيعدي شهر بحاله وشيمورا ما بيردش على مكالمات أساميا ولا بيروح الشغل. هامكين بينزل ضرب في كيني وبيسأله لسه ما لقيتش شيمورا ليه، وعشان يستدرجوا شيمورا بيخلوا كيني يندهله في فيديو ويطلب منه يجي، بس كيني بيفتكر كلام شيمورا وبيقول له في الفيديو اوعى تيجي المدرسة. وبعدها هامكين بيخشخ كيني ضرب أكتر، بس فجأة شيمورا بيدخل عليهم وبيقول لكيني افتح البث المباشر. آكي بتوصل هناك كمان، وأوجي بيوري أساميا البث المباشر. في الليلة بتاعة السطح دي شيمورا كان لقى الفيديو الجديد بتاع أبو ماسك فرخة، وكان بعنوان ازاي تضرب بلطجي في خناقة. وبعد ما شاف الفيديو شيمورا اتدرب لأيام كتير جدا وعمل تمارين كمال أجسام وكل بروتين نظيف. جسمه عضل وبنى لياقة بدنية كويسة، بس أبو ماسك فرخة كان موضح إن ما تتوقعش تغيير جذري في جسمك من كام أسبوع تدريب، لكنه في نفس الوقت علمه حركة سرية. هامكين بيبدأ يهاجم شيمورا بيتفادى كل ضرباته، بس هامكين بيقدر يوصل له بكام ضربة. شيمورا بيقوم تاني على حيله، بيغمض عينيه وبيركز وبيفتكر كل اللي علمهوله أبو ماسك فرخة. بيلف جسمه ناحية رجله اللي هيضرب بيها، ولما هامكين بيهجم عليه بيلف
بيلف جسمه كله وبيديها شلوت بكل قوته. شيمورا كان متدرب على الحركة دي كتير جدا، بس في نص الخناقة الحركة ما بتعملش أي حاجة لهامكن. هامكن بيتريق وبيقول إن الشلوت الواطي ده المفروض يجي في الفخذ، وإن شيمورا ما بيفهمش حاجة. بس فجأة الوجع بيضرب في هامكن. أوجي بيشرح للمتابعين إن شيمورا استهدف عضلة السمانة اللي ما فيهاش عضلات تحميها زي الفخذ. شيمورا بينزل شلاليت على سمانة هامكن، بس هامكن بيصد قربة وبيرد ببوكس وبينزل ضرب في شيمورا لحد ما بيقع على الأرض. شيمورا بياخد علقة موت وبيلاقي نفسه مرمي على الأرض ومش قادر يعمل حاجة. بيفتكر إنه كان طالب عادي جدا لحد ما هامكن ظهر في حياته. هامكن اللي بدأ يضربه ويتنمر عليه من غير أي سبب، واللي خلاه يخاف يبص في عين أي حد. بس شيمورا بيقوم تاني. هامكن بيهجم عليه وهو بيغلي من الغضب، وفي اللحظة دي رجل هامكن بتخونه وبتتلوي. شيمورا ما بيكدبش خبر وبيستغل الفرصة وبيديله خطة فية من فوق لتحت. هامكن بياخد الضربة وبيفقد الوعي تماما. الكل واقف مذهول من اللي حصل. شيمورا بيبدأ يشهق من العياط وبيقع على ركبه. صحابه بيجروا عليه ويقولوا له إنك كنت وحش وبطل. وهناك آكي وهي بتتفرج على البث عينيها بتدمع من الفرحة. الفيديو بتاعهم بيضرب وبيجيب 700 ألف مشاهدة، والتبرعات بتوصل ل 600 ألف ين. كاناجون بيقول له أنا كنت فاكرك عملت كل ده عشاني. رد شيمورا كان قاطع وقال له لا، أنا عملت كل ده عشان الفلوس. ما أنا قايل لك أنا بعمل أي حاجة عشان الفلوس. والاتنين بيبدأوا يهزروا ويزقوا في بعض بضحك. دلوقتي كل اللي في المدرسة بقوا بيحبوا شيمورا، وهامكن بطل يجي المدرسة خالص، والناس بدأت تقول على رومي إنها كرنج. وفي اللحظة دي رومي بتجيلها دعوة من وكالة سوشيال ميديا، بتروح تقابلهم وبتسألهم هتقدروا تزودوا لي المتابعين بتوعي؟ الراجل بيقول لها أكيد طبعا، انت فاضية بعد المقابلة دي؟ بعد كده شيمورا بيرجع شغله، وأول ما بيدخل بيخبط في أساميا بيتأسف لها على اختفائه الفترة اللي فاتت. أساميا بتقول له شكرا إنك كنت بتحاول تحميني. فشيمورا بيسألها تحبي نخرج في كافيه مع بعض تاني؟ أساميا بتوافق وبتقول له يا ريت. بعدها شيمورا بياخد باله إن منديل أساميا فضل معاه وبيروح وراها عشان يرجعه لها، وبيتفاجئ ببيت أساميا اللي شبه القصر. عيلة أساميا ما يعرفوش أصلا إنها بتشتغل في مطعم برجر، كانت قايله لهم إنها بتخرج مع أوجي. وهنا أبوها بيقول لها إن أوجي ده مجرد واد بتاع خناقات، وإيه اللي هيفيدك من وراه في مستقبلك، وبيأمرها تركز في دراستها وبس. على الناحية التانية راجل وكالة السوشيال ميديا بيستغل رومي لمصالحه الشخصية. قناة شيمورا بتعدي حاجز 500 ألف مشترك. كاناجون بيحكي لهم عن قناة تانية اسمها باد فالوز، ودي قناة مشهورة بتجيب مقاتلين هواة يضربوا في بعض. بس في التعليقات الناس بتشكر في فايرل هيت، لأن فايرل هيت بيقدموا خناقات حقيقية مش تمثيل زي الباقيين. كيني بيكون جهز الخصم الجديد وبياخد شيمورا عشان يتخانق مع مصارع سومو، وبيقول له ان شكل الخناقه هيبقى تحفه. شيمورا بيقول له طب ما تروح تتخانق معاه انت وتشوف التحفه دي بنفسك. كيني بيطلع الحلبه مع مصارع السومو، بس اول ما بيشوف حجمه بيستسلم فورا. دلوقتي آكي وشيمورا مضطرين يلاقوا فكرة جديدة بنفسهم. شيمورا بيعزم آكي عنده في البيت عشان يعصفوا ذهنيا ويطلعوا بأفكار، بس آكي بترفض وبتقول له إن شيمورا عايش لوحده وأبوها مستحيل يوافق على حاجة زي دي. على الجنب التاني رومي بتكون جابت شوية متابعين جداد بس طماعة وعايزة أكتر. راجل الوكالة بيقول لها أنا عندي خطة ممتازة. تاني يوم رومي بتروح لكيني وبتسأله انت قاعد لوحدك ليه؟ وبتبدأ تسبله وتثبته بالكلام وتقول له انك رهيب ومفيش منك. وفي الوقت اللي شيمورا بيروح فيه عند بيت آكي، رومي بتاخد كيني معاها نادي ليلي، وهناك البنات بتتلم عليه وبتغرقه مدح وغزل. كيني بيشرب ويسكر طينة. رومي بتطلب منه يوريهم ازاي بيعمل المونتاج. كيني بيطلع تليفونه ورومي بتصوره في السر من غير ما ياخد باله. وهناك عند بيت آكي بتسأل شيمورا مين اللي بيعلمك الخناقات دي؟ شيمورا بيشغل دماغه وبيقول لها أنا اللي بعلم نفسي. بعد ما شيمورا بيمشي آكي بتحاول تدخل على حساب فايرال هيت بس الباسورد بيطلع غلط. بتتصل بكاناجون بس كيني بيقول لها انه ما غيرش الباسورد. فآكي بتتصل بشيمورا وبتقول له انه الحساب اتقفل واكيد في حد هكره ودلوقتي مفيش اي فلوس هتدخل لهم. وفي نفس اللحظة دي بيطلع راجلين يهجموا على شيمورا
وبيكسروا إزازة على دماغه. وهنا يا شباب بتخلص أحداث الجزء الأول من حكايتنا. شاركوني برأيكم في التعليقات وقولوا لي إيه أكتر مشهد لمس قلبكم في حكاية شيمورا. ورسالتي ليكم النهاردة إن مهما كانت الظروف قاسية إياك تستسلم، وضعفك ممكن يكون هو بداية قوتك. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تدمروا زرار اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم الجزء الثاني أول بأول.